بيبدأ مسلسلنا بعمال في مصنع والمشرف بيزعق معاهم عشان ينتجوا أكتر. موجين بيدخل وبيشوف واحد المكنة هتقفل عليه فبينقذه، بس المشرف بيزعق للعامل عشان المكنة بتقف بسببه. فموجين بيلاقي الإنذار بايظ ومفيش خزان، فبيقوله واضح إنكم مش مهتمين بقانون السلامة والصحة المهنية. فبيقوله أنت مين أصلا؟ فبيقوله محامي عمال بيدافع عن حقوقهم. واضح إنك موظف هنا 50 عامل، فهيجيلكوا غرامة بحوالي 5 مليون كده. وهو بيكلمه الحديد بيقع فوقه. بنرجع من سنتين وبيبقى مقدم استقالته من شركة المحاماة اللي شغال فيها، ونزل ركب مع صاحبه العربية وهياخد المكافأة عشان يستثمرها في العملات الرقمية. وصاحبه ده بعد ما خسر كل حاجة معاه بيموت، وموجين طبعا بيعيط عليه، ما هو خسر كل فلوسه معاه، ومراته انفصلت عنه بسبب اللي عمله. بعد العزل مديره بيقوله ما تبقى محامي عمال وانا هعينك في قسم الموارد البشرية وانت شاطر. وفعلا بيذاكر وبيمتحن وبياخد الرخصة. فبيجي يشوف المدير صاحبه بيقوله انه اتمسك في قضية تحرش ضد موظف، فبيفتكر لمساته ليه. فصاحبه بيقترح عليه ياخد كارت ويفتح مكتب، وبيقعدوا يشربوا مع بعض شوية. وهم مروحين صاحبه بيبقى سكران فبيرجع على تمثال في الشارع، فموجين بيمسحه وبيحط له الكارت بتاعه في ايده. موجين بيفتح مكتب وبيشغل اخت مراته معاه، وبتبقى اصلا يوتيوبر صغيره عندها 532 مشترك، فخورة بيهم جدا. بيجيله مكالمة وبيفتكروا انه عميل، وبيطلع تشوليون اللي كان رئيسه بيكلمه عشان عايز يرفع دعوة ضد الشركة بسبب إجراء تأديبي غير عادل، وبيبقى مش معاه فلوس. فهو جو لما بتسمع كده تعمل نفسها زبونة دخلت وبتنادي عليه عشان ما يرفعش القضية، وبتاخده وتنزل يوزعوا الكروت بتاعته على الناس في الشارع والبنوك والمستشفيات كده يعني، وبتعمل له إعلان عن النت وبتقلل من سعر الاستشارة. موجين بيدخل سوبر ماركت يشتري نودلز، بس بيبقى في زبون سكران بيغلس على البياع. فموجين بيقول له صاحبي الحياة مش صعبة عليك لوحدك، أكيد عليه هو كمان، فنستحمل بعض معلش. بيرجع المكتب بس بيلاقي صاحب العمارة بيدور عليه عشان الإيجار المتأخر. بيدور في التليفون بالليل مش بيلاقي طلبات خالص، وبيلاقي فيديو لمراته ميجو وهي بتطبخ له عشان تعبان، وبتبقى لطيفة خالص بس بتنفصل عنه لما بتعرف إنه قدم استقالته وضيع المكافأة. فبتلم هدومها وبتاخد الكلب وتمشي. بيقوم على صوت حد بيخبط، فبيبص من العين السحرية بيلاقيه واحد بيولع، فبيصحى مفزوع وبيدور على النار في الحلم، وبيطلع انه زيادة ثروة. هوي جو بتيجي وبتاخد مكنة القهوة، فبيجيب لها بقى حاجات كتير تبيعها، ما هما مش شغالين. بيروح لباباه ومامته يطمن عليهم، وبيبقوا ما يعرفوش حاجة عن شغله ولا انه انفصل. فبيقول لهم ان الدنيا تمام يعني. هوي جو تاخده توديه عند صاحبها ويوميو، وبيطلع انها ادت له مكنة القهوة بتاعته وانه يوتيوبر برضه، وبيقول له انه قرب من المليون، يعني فاضل له بتاع 950 الف بس، وبيبقى محتواه وطني. وبيطلع انه بيقول حاجات كذب في فيديوهاته، فاليوتيوب مش مخلي فيديوهاته تحقق ربح. فبيقول بس تبرعات كويسة. فبيقول له اللي هي ايه يعني؟ فبيقول له ممكن اطلب فرخة مشوية كل يومين مثلا. فبيبقى هيضربه، وبيطلعوا اصلا جايبينه عشان يكلموه ان الحوادث العمل كترت قوي ومحدش مهتم بيها، ودي بتبقى اهمال بشري خلي بالك، يعني عدم توفير معدات الحماية وتجاهل قواعد السلامة. وكده مش حادثة، ده اهمال. فاحنا ممكن نروح الاماكن دي نبلغ عنهم، وده مش هيجيب لنا غير مبلغ صغير، او في اماكن بتبقى عايزة تتجنب الحاجات دي وبيدفعوا اكتر. فبيقول لهم يعني هنصورهم ونبتزهم. فبيقولوا له لا، احنا هنقدم لهم المشورة وهم هيتجنبوا ويقعوا في الحاجات دي تاني، بس كده. وبيروحوا ميجو بتقول لاختها تبعد عن موجين عشان هو تافه ومش هتاخد منه حاجة. فموجين بيبعت لها رسالة انه موافق بس هيبعدوا عن الشركات الملتزمة بالقانون. تاني يوم بيبقوا متحمسين وبيروحوا اول مصنع، وفعلا الحوار بينجح وبياخدوا فلوس كتير. فبيستحلوها بقى كل يوم مصنع او شركة شكل، وكلهم عندهم مخالفات قد كده. طبعا بيكسبوا كتير من ورا الحوار ده، فبيجيبوا حاجات كتير جديدة للمكتب، وبيدفع للراجل الايجار المتأخر. موجين بيحس انهم مبالغين شوية، فبتقوله ولا اي حاجة، انت خايف ولا ايه؟ وبعدين انت مش شايف اننا المفروض نتوسع اكتر؟ يعني في مصانع كبيرة كتير برا المنطقة مش ملتزمين. فبيرفض. فبتقوله وبعدين ممكن ميجو ترجع لك، انا كنت بلمح لها ان الدنيا بدأت تتظبط. غيون يوم يجيب لهم مصنع في عدد وفيات وعدد حوادث مش متبلغ عنها وحوادث متكررة كتير. فبيروحوا المصنع بس بيتفقوا ان نسبته هتبقى 50% وهما الاتنين 50. وقبل ما بيدخلوا
غيونيو بيروح الحمام ويسيبه، وهما بيروحوا لابن صاحب المصنع، وبتقعد هي مع المدير وهو بيروح على المصنع، بس بيلاقي نيمان اللي أنقذه في أول الحلقة. وهي جو بتقول للمدير بدل ما نبلغ عنك وتدفع غرامات، مش هيبقى أحسن لو اتفقنا على مبلغ أقل؟ فبيقول لها انت نصابة، اتصل بالشرطة. فبتقول له ليه، هتسلم نفسك؟ نرجع لموجين اللي بيقول للعمال أنا هنا عشان أساعدكم، كان ممكن حد يتأذي. ولسه بيكمل، الحديد بيقع عليه، بيشوف زي حلم كده وهو صغير في كل مراحل عمره مع أهله، وبيشوف ميجو بتقول لمامته إنه هيموت قريب، وهو بيقول لهم أنا ممتش. فبتقول له بس هتموت، أنت أناني ومش هتتغير. فبيقول لهم أنا عايز أعيش. وبيسمع حد بيولع بيخبط عليه، فالباب بيتفتح وبيلاقي نفسه في مكان فاضي. واحد بيقول له سمعت إنك عايز تعيش فجيت أساعدك. فبيقول له إزاي؟ فبيقول له إن في عدد من الأرواح اللي كانت كويسة بس ماتت ظلم، فأنت هتساعدهم عشان يلاقوا السلام. وبيديله الكارت بتاعه وبيديله العقد عشان يمضيه، وبيمضيه بسرعة. وبيفوق بيلاقي الحديد وقع حواليه وهو كويس، وبيطلع إن الشخص اللي شافه ده هو اللي اداله الكارت بتاعه في الشارع. وبتخلص الحلقة. لو عجبكم الملخص دوس لايك سبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.